يا مساء الجمال. 3 أصحاب دماغهم شغالة زي الساعة وكل حاجة محسوبة بالملي، لكن مش كل خطة مضمونة ومش كل لعبة بتنتهي زي ما بدأت. ازاي الدنيا اتشقلبت عليهم ده اللي هنعرفه حالا. ما تنساش اللايك ويلا نبدأ. حكايتنا بدأت مع ألفي ولما في مطار القاهرة وهم رايحين يقضوا شهر العسل في المغرب، والدنيا كانت ماشية تمام وزي الفل. بس الغريبة إن البنت دي كانت بتراقبهم. ساعتها لما عملت كأنها بتتصور هي والألفي، بس في الحقيقة هي كانت بتصور البنت دي. معنى كده إن لما عارفة إنهم متراقبين من الأول. المهم أول ما الاتنين وصلوا مراكش وركبوا العربية، ألفي طلب من السواق ما يروحش الأوتيل ويروح مكان تاني. وكمان لما كلمت واحدة اسمها نجوى وقالت لها إن الميعاد اللي بينهم اتغير وهيبقى الساعة 1 بدل 3. وأول ما وصلوا المكان ده لقوا صاحبهم كرم ميكس مستنيهم هناك، وبعد أحضان وحمد لله على السلامة قال لهم كل حاجة ماشية زي ما خططنا. نجوى هتوصل كمان نص ساعة واحنا طيارتنا كمان 3 ساعات. والتلاتة بدأوا يجهزوا، وأول ما نجوى وصلت لما كانت في استقبالها. وقتها نجوى سألتها عن سبب تغيير الميعاد، فلما قالت لها إنه حصل لخبطة في مواعيد الطيران. فالتانية قالت لك إن خبير اللوحات بتاعها قدامه ساعة على ما يوصل، لأنه كان مفكر الميعاد الساعة 3. معنى كده إنها جاية تشتري لوحة من أصحابنا. وقتها ألفي دخل ومعاه الأستاذ رشيد وكمان رياض الأحمدي خبير اللوحات، وقال لك إنهم هيعملوا مزاد على لوحة اسمها ذات الرباط الأبيض، واللي رسمها فنان مشهور اسمه لنوار. والكلام ده فاجئ نجوى، وده لأنها كانت مفكرة إن هي الوحيدة اللي جاية تشتري اللوحة، بس ما كانش قدامها غير إنها توافق على المزاد، لأن كده اللوحة هتروح منها. بعدها ألفي بدأ يحكي قصة اللوحة واترسمت سنة كام، وقال لك إنها كانت موجودة في متحف في القاهرة وتساوي دلوقتي 40 مليون دولار. وبدأ خبير اللوحات رياض الأحمدي يفحص اللوحة. ساعتها نجوى عملت سيرش على اسمه واتأكدت إن أخينا ده فعلا خبير لوحات. طيب هي عملت كده ليه؟ ما أنا قلتلك إن الخبير بتاعها ما جاش، وما كانش قدامها غير إن هي تصدق كلام الراجل ده. وبعد الفحص اللوحة فعلا طلعت أصلية. والغريبة بقى إن في القاهرة وتحديدا في إدارة ترميم اللوحات وزارة الثقافة بتفحص نفس اللوحة. وقتها دكتور عمارة الخبير المصري أكد إن اللوحة أصلية. طب إزاي؟ ثواني وأفهمك، بس الأول نرجع للمغرب وبنعرف إن ألفي فتح المزاد على مليون دولار، فعمك رشيد قال أنا اشتريت ب1,200,000. لكن نجوى ما عجبهاش الكلام وقالت لألفي أنا أضمن منين إنكم مش نصابين، ده حتى اللوحة معهاش شهادة تثبت إنها أصلية. فالتاني قال لها حضرتك احنا بدأنا المزاد ب1,000,000 على لوحة تساوي 40 مليون، يعني وبمعنى أصح يا صاحبي اللوحة دي مسروقة من مصر. والكلام ده يا معلم دخل دماغ نجوى وقالت له أنا اشتريت ب3 مليون دولار. وقتها رشيد قام على حيله كده وقال لك إنه كان متفق على مليون، مليون ونص بالكتير، لكن 3 ده كتير قوي، وانسحب. وكده اللوحة بقت من نصيب صاحبتنا، فاضل بس إنها تحول الفلوس. لكن الحظ ما كانش في صفهم، لأن في الوقت ده البنك بتاعهم كان بيعمل تحديث وكان موقف كل التعاملات الأونلاين لمدة ساعة. وعلى ما الصفقة تمت كانت الطيارة فاتتهم، وما كانش قدامهم غير إنهم يحجزوا في أوتيل متطرف لحد ميعاد الطيارة الجاية. وعايزة أقولك إن الست بتاعة المطار كانت مراقبة كل اللي بيحصل ده وماشية معاهم خطوة بخطوة، بس هي مين لسه ما نعرفش. المهم أصحابنا بالفعل راحوا الفندق، وهناك بنعرف إنهم كانوا مسافرين اليونان، وبعد كده كل واحد فيهم هياخد نصيبه من العملية. بعدها ألفي رجع أوضته وكان بيتفرج على برنامج الحكاية، وكان في خبر إن لوحة ذات الرباط الأبيض ما اتسرقتش ولسه موجودة في مصر. وده خلى صاحبنا مش على بعضه، لأن الكلام ده لو وصل لنجوى هتعرف إن اللوحة اللي معاها بلح. وفي نفس اللحظة ومن غير أي مقدمات الشرطة بقت في كل مكان واتقبض على ال3. واحد هيسألني هي الشرطة عرفت مكانهم بالسرعة دي إزاي؟ قبل ما أجاوبك على السؤال ده تعالى الأول أقولك على الخطة اللي عملوها أصحابنا عشان ينفذوا عمليتهم. الفكرة بدأت لما كرم كان قاعد مع واحد صاحبه في مصر، والراجل ده كان بيشتغل في إدارة ترميم اللوحات، وكلمة من هنا على كلمة من هناك قال لكرم إن في لوحة غالية قوي هتتشال من المتحف وتروح الإدارة عندهم عشان تترمم، وإن ده هيحصل على أول الشهر. فكرم جمع العصابة وقال لك إنهم هيطلعوا إشاعة إن اللوحة اتسرقت ومش في الترميم، وكمان هيقولوا إن هما اللي سرقوها ويدوروا على مشتري ليها. وبدأوا يقسموا نفسهم. لما من زاويتها كانت بتدور على مشتري لحد ما وقعت على نجوى، وده لأنها بتعشق لوحات لنوار واشترت 3 لوحات في أقل من 6 شهور. بس نجوى كان شرطها الوحيد إن العملية تتم في المغرب، وده اللي خلى ميكس يسافر هناك عشان يرسم لوحة طبق الأصل من اللي في مصر.
مش بس كده، لا ده اتفق مع 2 ممثلين إنهم يلعبوا دور رشيد ورياض الأحمدي عشان يرسموا الحوار على الآخر، وما كانش فاضل غير 3 حاجات. أولهم إنهم يخلوا خبر سرقة اللوحة ترند في العالم. عشان كده ألفي راح للشناوي، وده راجل عنده صفحات ولجان على السوشيال ميديا، هيخلي الخبر ينتشر في كلمة إلا كلمة. أما تاني حاجة، لما تعمل أكاونتات فيك لرياض الأحمدي على ويكيبيديا والسوشيال ميديا عشان لو نجوى حبت تتأكد. والحاجة التالتة إنهم يأخروا خبير اللوحات اللي تبع نجوى. وكله كان ماشي زي الفل، بس لأجل حظهم المنيل سيستم البنك كان بيعمل أبديت، وده اللي أخرهم عن ميعاد الطيارة. نرجع للمغرب بعد ما اتقبض على أصحابنا، وبنعرف إن الضابط جلال كان بيحقق معاهم، وبدأ التحقيق مع ميكس. والضابط سأله كنت بتعمل إيه في المغرب؟ فالتاني قال لك أنا رسام وكنت ببيع لوحة أنا اللي راسمها، أظن ده لا عيب ولا ضد القانون. فالضابط قال له طب وتزوير جوابات الHR وحسابات البنوك؟ معنى كده إن الحوار طلع كبير يا معلم، والضابط عارف عنهم كل حاجة. وتزوير الورق ده كان أول نصبايا عملوها أصحابنا. تعال أعرفك على الحكاية من أولها بدأت إزاي. ألفي وميكس ولما كانوا أصحاب في المدرسة، ولما كبروا ألفي وميكس فضلوا أصحاب. وبنعرف إن ألفي كان شغال سواق أوبر، وكان حلمه إنه يسافر إيطاليا بعد ما عرف إن حموسة صاحبه سافر هناك والزهر لعب معاه، وكمان وعده إنه هيبعت له عقد عمل، بس الأول ألفي يطلع فيزة سياحة. المشكلة بقى يا كبير إن الفيزا دي محتاجة حاجتين مش مع ألفي أصلا. أولهم جواب HR من شركة كبيرة، وتاني حاجة هي كشف حساب بنكي بمبلغ محترم. وقتها صاحبنا طلب من ميكس إنه يزور له الورقتين دول، وبعد زن كتير التاني وافق، وألفي قدم على الفيزا والورق اتقبل. بس يا فرحة ما تمت، وده لأن حماسة طلع فنجري بق، وحوار عقد العمل طلع اشتغالة. وقتها كرم حاول يطيب خاطر صاحبه وقال له انت اصلا كنت عايز تسافر ليه؟ احنا بس محتاجين فرصة واحدة تطلعنا فوق. فالتاني قال له انا خسرت في حوار الفيزا ده 5000 جنيه، انا اصلا كنت مستلفهم، تعرف بقى هترجعهم لي ازاي يا بتاع الفرص انت؟ ساعتها السلوك لمست في دماغ كرم وقال له واللي يرجع لك ال5 دول 50. فالتاني قال له لا، واحدة واحدة كده وفهمني ازاي. اسمع يا معلم، كرم قال له ايه؟ أول حاجة أنت هتنزل كل يوم بدري وتلف على السفارات، وهناك هتلاقي شباب كتير نفسهم يسافروا وعايزين يطلعوا ورق HR وحساب البنك، وده دورك بقى إنك تصطاد كم واحد من دول وتقول إنك هتعمل الورق ده ب2000 جنيه بس، وأنا هظبط لك الورق، وكل مرة هغير اسم الشركة وفرع البنك عشان محدش يلاحظ الحوار بسهولة. وعايزة أقولك إن الفكرة الصايعة دي ظبطت، والاتنين جمعوا 50,000 جنيه في كام يوم. لكن المشكلة بقى إن في واحد صاحبهم في المنطقة أخد الورق وراح يقدم بيه على قرض عربية، ولما الورق اترفض المعلم راح يتعارك مع كرم. وقتها ألفي اتدخل وقامت العركة، ويلا بينا على القسم. وهناك يتفاجئوا بمين؟ لما، وكانت بتعمل محضر عشان تليفونها اتسرق. وأول ما شافت صحابنا قالت لهم أكيد عاملين نصيبة، وبعدها طلعوا كلهم يقعدوا في كافيه، وميكس وألفي حكولها على حكاية تزوير الورق. والغريب إنها قالت لك فكرة حلوة بس محتاجة تتعمل أحسن من كده. لا، والأغرب لما قالت لهم أنا معاكم، وقتها الاتنين بصوا لها اللي هو معانا في إيه؟ فقالت لك أنا معاكم في النصباية دي، أنا لسه سايبة الشغل وكمان تليفون اتسرق. فألفي قال لها انسي يا ماما، ده كان حوار وخلص، وكويس قوي إنها جت على قد كده. والاتنين سابوها ومشيوا وطلعوا يضربوا سندوتشين كبدة. ساعتها كرم قال لألفي انت ليه مش موافق ان لما تبقى معانا؟ يا ابني دي خبيرة في الكمبيوتر والبرمجة واكيد هتساعدنا الحوار يكبر، وبعدين احنا بنعمل خدمة للشباب بدل ما يسافروا هجرة غير شرعية ويتبهدلوا ويبهدلوا اهلهم معاهم. وبعد كلام كتير ألفي قال له خلينا وراك لحد ما نشوف اخرتها ايه. وتقابلوا هما التلاتة، ولما بدأت تشرح فكرتها وقالت لك احنا هنعمل ابليكيشن وويب سايت نستلم فيه طلبات الناس اللي عايزة تعمل ورق، وبكده محدش هيعرفنا ولا هيعرف يوصل لنا، وكمان الموضوع هينتشر اكتر، ولو حد بلغ نقفل الموقع ده ونفتح غيره. وكانت المشكلة الوحيدة هيسلموا الورق ازاي. وقتها ألفي قالك انا عندي فكرة نسلم بيها الورق، احنا هنعمل كذا ابليكيشن توصيل برقم تليفون وايميل مضروبين، والكابتن بتاع الشركة هو اللي هيوصل الورق، والدفع هيكون اونلاين، وفي ظرف شهر يا معلم بدل ما يبقى معاهم 50,000 لا دول لموا 220,000 جنيه. والسؤال هنا، هي لما جابت الشطارة دي منين؟ بص يا كبير، لما وهي صغيرة
باباها ومامتها عملوا حادثة وماتوا، واللي رباها عمتها وجوز عمتها. وفي الوقت ده ما كانتش لسه اتعرفت على ميكس وألفي، لحد ما في يوم لما كانت مع عمتها في السوبر ماركت بتاع عم صلاح. وقتها ميكس دخل وادى لعم صلاح 20 جنيه واخد حاجات حلوة بجنيه، واخد منه 19 جنيه باقي ومشى. وألفي دخل بعد شوية وادى لعم صلاح جنيه، واستغل فرصة ان الراجل مشغول مع الزباين وقال له انا اخدت حاجات ب2 جنيه وعايز الباقي. فالتاني قال له باقي ايه؟ انت اديتني جنيه واحد، انا كده اللي عايز منك فلوس. والمفاجأة لما ألفي قال له انا اديتك 20 جنيه وبالأمارة ماما كاتبالي عليها كل سنة وانت طيب يا أحمد. وعم صلاح لما يدور يلاقي كلامه صح، وال20 جنيه موجودة، واداله باقي 18 جنيه. بمعنى أصح ميكس والألفي كانوا بادئين نصب من وهم عيال صغيرة. وقتها لما كانت مبهورة باللي عملوه وبقى أصحاب في المدرسة. وبعد سنين لما اشتغلت مبرمجة في شركة، وفي يوم حد عمل هاك لسيستم الشركة دي وقفل كل سيرفرات الشغل. وقتها أستاذ علاء مدير الشركة قال لي لما أنا عايز الشغل ده يرجع خلال 10 دقايق. فالتانية قالت له أنا مفيش في إيدي حاجة أعملها، اللي عملوا كده طالبين فدية $1000، وكل ساعة بتعدي بكمان 1000، ودلوقتي عدى 3 ساعات يعني $4000. والقرار قرارك، يا إما تدفع يا الشغل بتاعك كله بالسلامة. التركية بقى إن لما هي اللي هكرت سيستم الشركة من غير ما حد يعرف، وده لأن علاء بقاله 3 شهور ما دفعلهاش المرتب بتاعها. وبعد 8 ساعات علاء حول $9000 لصاحبتنا، معنى كده إنها أخدت حقها ناشف، أصل هي ماشية بمبدأ أخد الحق حرفة. وتاني يوم صاحبتنا كانت راكبة عربيتها، وفي كلمة إلا كلمة في موتوسيكل سرق التليفون من إيديها، وده اللي خلاها تروح القسم تعمل محضر. وهناك قابلت ميكس وألفي وبدأوا عملية النصب بتاعة ورق الفيزا. وبعد ما الدنيا ظبطت مع صاحبتنا قررت إنها تاخد شقة لوحدها بعيد عن عمتها وتستقل في حياتها، واللي كان بيساعدها في نقل العفش هو ألفي. وقتها لما قالت له أنت مش ملاحظ إن من ساعة نجاح الويب سايت بنتقابل تقريبا كل يوم وما فتحتش معايا الموضوع بتاعنا؟ فالتاني قال لها ده موضوع واتقفل من 3 سنين وأنا نسيته. فلما قالت له أنا عايزة منك جواب، أنت بتحبني ولا لأ؟ لكن ألفي خلع منها بشياكة وقال لك إنه كده كده مسافر إيطاليا، فلما يعرف واحدة بيصاحبها طياري، لكن لما حاجة كبيرة بالنسبة له ومش عايز يقول لها بحبك وهو أصلا مش ناوي على جواز. وفي الناحية التانية بيحصل العكس، وكرم بيعترف لها بحبه، لكن هي قالت له إنهم أصحاب وأخوات مش أكتر. وعايزة أقول لك إن اللخبطة اللي في حياتها دي وصلتها إنها تروح لدكتور نفسي وتحكي له على كل اللي بيحصل في حياتها مع كرم وألفي وعمليات النصب اللي بيعملوها، لأن أصحابنا ما وقفوش عند عملية الويب سايت بس، دول كمان كملوا وسرقوا فيلم سينما. تعال أحكي لك عملوها إزاي. ميكس كان راسم لوحة على حيطة في تصوير مشهد في الفيلم ده، وفي يوم كان أخد لمعة عشان تتفرج على التصوير وكمان ياخد باقي فلوسه من المنتج. والمفروض إن ميكس متفق على 25,000، أخد منهم 5. بس اللي حصل إن حافظ محفوظ المنتج قال له شوية الشخبطة اللي على الحيطة دول ما يسووش غير 10,000 جنيه، خدهم ويبقى أنت الكسبان. معنى الكلام ده إنه بيستقل بشغل ميكس. فصاحبنا ساب الفلوس وأخد بعضه ومشي. بعدها لما قالت له ولا تزعل نفسك، أنا هرجع لك حقك وبزيادة. التاني قال لها اللي هو إزاي يعني؟ فردت إحنا هنسرق الفيلم. وراحوا لألفي عشان يعرضوا عليه الفكرة، فقال لك ودي هنعملها ازاي بقى؟ والمفاجأة لما قالت له احنا اوريدي سرقنا الفيلم. طب ازاي؟ اقول لك. صاحبتنا عملت انترفيو في شركة الانتاج عشان تشتغل هناك. وقتها اخينا ده طلب انه يشوف شغلها، فبعتت له لينك الشغل على تليفونه واللي متوصل بواي فاي الشركة، وكده قدرت تسرق الفيلم بكل سهولة. وكان دور ألفي إنه يساوم حافظ، وفضل يبعت له كل شوية جزء من الفيلم، وقال له لو ما حولتش $60,000 على الحساب ده خلال ساعة الفيلم بتاعك هتلاقيه بيتعرض على قناة توك توك سينما. وقتها حافظ ما كانش قدامه غير إنه يحول لهم الفلوس، ودي كانت أول مرة أصحابنا يبقى معاهم مبلغ زي ده. ساعتها ميكس قالك الفلوس دي هنفتح بيها شركة بسجل تجاري وحساب بنكي عشان نبرر أي فلوس هتدخل لنا بعد كده ونقدر نصرف براحتنا. وبالفعل عملوا شركة وبقت المقر اللي بيخططوا فيه لعمليات النصب. وفي يوم لما جالها تليفون من عمتها وقالت لها إن عم منير جوز عمتها مات، والتلاتة أخدوا بعضهم وسافروا الصعيد عشان يدفنوا الراجل. وألفي وميكس فضلوا واقفين جنب صاحبتهم لحد الآخر. وبعد الدفنة لما قالت لهم إنها مضطرة تبات وهتسافر الصبح،
فالاتنين قالوا لها إنهم هيباتوا ويرجعوا كلهم مع بعض. وبعدها أخدوا جولة في المكان بيتفرجوا على البلد ويدوروا على حتة يباتوا فيها لحد ما لقوا نفسهم عند بنزينة في وسط الصحراء. والبنزينة دي كان شغال فيها واحد اسمه بكر اللي قال لهم لو عايزين مكان تباتوا فيه موجود بس غالي حبتين. فالاتنين ملقوش حل غير إنهم يقضوا الليلة. وبالليل ميكس ما كانش عارف ينام من كتر الناموس فقام يتمشى شوية. وقتها شاف بكر وهو طالع الجبل والفضول خلاه يطلع وراه عشان يشوف هو الراجل ده بيعمل ايه. وهوب لقى نفسه جوه مقبرة فرعونية فراح جاب ألفي عشان يفهموا الحكاية. والموضوع طلع ايه؟ بكر قالك ان في جماعة أجانب كانوا بيصوروا فيلم من سنين وهم اللي عملوا المقبرة دي عشان يصوروا فيها. وكمان عملوا استراحة للممثلين اللي هي البنزينة. وبعد ما خلص الفيلم سابوها ومشيوا. وبعد سنين بكر لقى المكان ده فميكس قال له لا والله برافو، المكان معمول كأنه حقيقي، العمارة والنسب والرسومات مظبوطة بالملي، وانت بقى فضيت المكان ده وعملت غرزة. فبكر قال له هو المكان كان فاضي ما كانش فيه غير تمثالين مضروبين، لكن لو انت عايز أصلي أنا أجيب لك. فرد ألفي لا يا عم متشكرين، ملناش في التاريخ، يلا بينا يا كرم عشان ننام. وقتها بكر قال لهم ايه هتمشوا كده بعد ما عملت لكم فيها مرشد سياحي؟ مفيش حاجة علينا ولا ايه؟ فميكس قال له احنا ممكن نديلك اللي انت عايزه بس مش هيبقى قد اللي هتاخده مننا في المصلحة الكبيرة، اديني يومين وانا هكلمك. ومعنى الكلام ان في نصبايا جديدة نورت في دماغ ميكس، وكانت الفكرة انهم يعملوا شوية آثار مضروبة ويحطوها في المقبرة وبعدها ينصبوا على ضحيتهم ويبيعوا الآثار على انها حقيقية. لكن ألفي كان شايف ان النصبايا دي مش هتتم غير لما يبقى معاهم تمثال حقيقي، عشان كده سافر السعيد لبكر واشتروا تمثال حقيقي وده هيبقى الطعم اللي هيصطادوا بيه فريستهم. وبعد كام يوم ميكس جهز التماثيل وحطها في المقبرة وصورها فيديو وبعتها للحاج عبد الحميد تاجر عربيات وسمسار آثار، وده بقى يبقى الضحية الثالثة بتاعتهم. وكان دور لما إنها تكلم عبد الحميد من رقم مضروب وتغير صوتها بأبليكيشن وتكلمه بلهجة صعيدي، وقالت له إن هي وابنها لقوا المقبرة دي وولاد الحلال دلوهم عليه عشان يشتريها. فالتاني قالك إنه محتاج يشوف عينة عشان يتأكد إذا كانت المقبرة أصلية ولا مضروبة. يعني كلام ألفي طلع صح وما كانش فاضل غير الطريقة اللي هيوصلوا بيها التمثال للراجل من غير ما يشوف حد فيهم. وقتها ميكس فكر في حركة صايعة وقالك إحنا هنبعت التمثال في قفص منجع على بيت الحاج عبد الحميد. وبعدها لما اتصلت بيه وقالت له المانجا حلوة يا حاج، وتأكد المعلم إن المقبرة أصلية وبعت جاب الخواجة اللي هيشيل الحاجة وقال له إن أصحاب المقبرة عايزين 100 مليون دولار مع إن هم أصلا طالبين 2 بس، يعني بالبلدي الباقي هيخش جيب عبد الحميد. لا مش بس كده، ده ناوي يعمل فيها مفتح وينصب عليهم ويديهم 1 مليون دولار قبل التسليم وبعد التسليم يقول لهم ملكوش حاجة عندي. وعايز أقولك إن ميكس كان متوقع إن ده اللي هيحصل بالملي، وكان كل هدف أبطالنا إنهم ياخدوا 1 مليون دولار وطلبوا من عبد الحميد إنه يسلم لهم الفلوس على هيئة سبايك ذهب. وألفي راح بتاكسي أبيض وهو مخبي وشه واستلم السبايك. خلصت كده؟ لا طبعا، دول كانوا مبلغين على عبد الحميد وابنه، وأول ما راحوا المقبرة عشان يستلموا البضاعة البوليس كبس ويلا بينا على الاسم. وقتها بكر اتصل بيهم وقالك كل حاجة ماشية تمام، وكانت آخر حاجة إنهم يقابلوا بكر ويدوله نصيبه من العملية. نرجع تاني للمغرب وأصحابنا هيتجننوا ويعرفوا مين اللي بلغ عنهم، خصوصا إن الضابط عنده معلومات عن كل العمليات اللي عملوها وكمان حاجات محدش يعرفها غيرهم. وكده تخلص حكايتنا. تفتكر مين اللي بلغ عنهم؟ الشناوي ملك الترند ولا الدكتور النفسي بتاع لما ولا بكر؟ لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت.